مفيش حاجه تضحك. احنا جبنا حق الانديه وهنطهر ان شاء الله ان شاء الله المنظومه دي كلها. الزمالك هو اللي بدأ، ولازم الانديه تمشي بقى وراه بقى. كفايه كفايه بقى مجاملات ليكوا، وكفايه قرف بقى، كفايه قرف. يعني عجرفت النادي الاوحد الننوس. ثواني، هو مش المتحدث الرسمي طلع قال لك الاهلي مش طرف؟ ما هو اللي يقول ما هو متحدث لازم يقول كده. بس انتوا اساس المجاملات، واساس الفساد في الجدول، واساس كل حاجه انتوا. احنا اللي ما دعنا هو ضربة كل الجزاء. المجاملات احنا اللي كده. دعنا ضربة الجزاء بتاعت زيزو. ما لهاش بقول لك علاقه. ايه، لو كانت دخلت لو كانت دخلت كنا كل حاجه اتغيرت. طب دي عقلية الزملكاوية طب يا جماعة. انتوا فارق دي مع عقلية الزملكاوية، انتوا مش فارق مع هتكلم تاني خلاص. انتوا صفحاتكم لما حسين لبيب قرر ان هو يرجع بالمعسكر تاني، قعدتوا تقولوا حنفي ورجع في كلامه وما رجعش في كلامه. مم. فجأة لما رجع في عمل كده واصر على قراره، رجعتوا تقولوا اصل احنا احلى 3 خايفين، نقط. خايفين منكم. لا 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 خالص خالص. يا ابني المنافسه والله السنه دي مش العظيم معانا، لسه انتوا لسه مع لسه. بيراميدز. ده انتوا كلام مظبوط. هو ده هو ده. انتوا هي يهمكم ان دي يا الدوري جماعة، يتلغي بالظبط. علشان استنى بس اسمع. انت قلت كلمة جميلة جدا، المنافسة مع بيراميدز اللي حل محل الزمالك دلوقتي، وبقى هو المركز الثاني، والزمالك دايما دلوقتي بقى منتصف جدول. يعني يا ابني ده خطاب جاي من الكافي يا ابني. برزعك النهارده احلى معلش على الماتش اللي انتوا كنتوا هتروحوه على الفاضي، وان احنا معلش عشان احنا كسبنا 2-0. مع احلى معلش ان انتوا كنتوا نفسكم تلعبوا، مع اننا اصلا رازعينكم اخر ماتش. انا مش فاهم احنا خايفين من ايه؟ ده انتوا لسه جون سيف الجزيره بتحلموا بيه. انا مش عارف انتوا متضايقين ليه. انا اعتبر ان جون قفشه انت ما بتعرفش بيه كل يوم ولا ايه؟ بقول لك ايه اسالك سؤال. لو انتوا لعبتوا الماتش ده، تمام. لو مش على اصلا كده ولا كده خلاص الماتش مش هيتلعب يعني، وكسبتوا الاهلي، امم الفرحه كانت هتبقى مضاعفه ولا لا؟ ده انتوا كنتوا هتتفرموا. حلو. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ خدتوا ال3 نقط. معلش.